انا هتكلم في حاجه الناس بتخاف تتكلم فيها، وهي عندنا احنا في العرب حته الفصل ما بين السياسه والرياضه ما تقدرش تفصلها. الان الفصل بين السياسه والرياضه هي كذبه اخترعها الغرب والفيفا وصدقناها احنا. هي كذبه اخترعها الغرب والفيفا وصدقناها احنا. امتى الغرب يستخدم السياسه في الرياضه وامتى يقول لا ما فيش سياسه في الرياضه؟ اوكرانيا، حرب روسيا على اوكرانيا تم تاسيس الرياضه، كان تاسيس رياضه. فما بالك بقى الاتحاد الاوروبي بيطالب الفيفا بمعاقبه بيلاروسيا عشان بتساند روسيا في الحرب على اوكرانيا. تعرف بيلاروسيا في مجموعتها في تصفيات 2024 في اليورو مين معاها؟ الكيان الصهيوني. ازدواجيه معايير. فانت تقول لي ما دخلش سياسه في الرياضه. لا، انا اقول لك ان الان محدش يقدر يفصل ما بين السياسه والرياضه. المباراه دي سياسيه وليست رياضيه. الاستوديو بتاعنا ده لازم يروح الجزيره الاخباريه. انا واحد قال لي لازم مكانك فيصل القاسم. طبعا. فلا ما تقدرش. طبعا ايه، انت بتفنشني ولا ايش؟ لا فما تقدرش تفصل. استحاله تفصل. النهارده الطابع السياسي موجود غصب عننا. بس كلام اليساندرو مهم، من ان على كل رياضي ان يلعب الدور الايجابي في ايصال رساله ان كره قدم تجمع الجميع، وان كل شخص يجب رياضي ان يكون سفير مثالي لبلده عن طريق الرياضه وكره القدم. طب انا هديك مثال. دلوقتي موقف اللعيبه الايرانيين في المظاهرات اللي موجوده. هل لعيب ايراني يقدر يقول على موقفه معلن؟ بس هم كان عندهم موقف في المباراه الاولى بعدم ترديد نشيد وطني. المباراه الثانيه رددوا نشيد وطني. فالطبيعي جدا معظم الانظمه الموجوده في منطقتنا ديكتاتوريه الا ما رحم ربي. هتقول رايك هتتعاقب. لا، واحيانا لاعب كره قدم مغلوب على امره في الكثير من الاحيان. طبعا احنا يعني هو مجبر لاعب كره قدم احيانا لاخذ مواقف مثل لاعبي منتخب المانيا مثلا، جزء كبير يقال جوندوغان وروديجر غير يعني مقتنعين بما يحدث وضد اصلا اخذ مواقف كما حدث المنتخب الالماني. يعني في كثير من الاحيان اللاعب يكون مجبر ويحاول الخروج باقل ضرر من المواقف المختلفه. صاحب الشخصيه خليك في الاوروبيين، صاحب الشخصيه القويه يقدر ياخذ موقف. اوزيل خد موقف وتحمل عواقبه ولم يشارك مع المنتخب بعد مونديال روسيا. الاوروبيين في حريه نوعا ما. فانا بتكلم دلوقتي احنا كالمنطقه العربيه ما تقدرش تفصل يا محمد. صعب قوي، صعب قوي. وحتى في الجانب الايراني، المنتخب الايراني، سيبك من الامريكان ممكن الجانب السياسي ما يهمهمش، لا الجانب الايراني لا. ايران بالنسبه لها امريكا شيطان. وكره القدم في امريكا ليست الرياضه الاولى. وحتى الجيل الحالي للمنتخب الايراني جيل محترم، معظمه محترف في اوروبا. صحيح. في دوريات كبيره. بورتو. تتكلم على تريمي، مهدي تريمي دلوقتي في دوري الابطال من الهدافين الموجودين. تتكلم على ليفركوزن، سيردار مزمون في باير ليفركوزن. عندهم مواهب مميزه. وفي الناحيه الهجوميه عيب كيروش شويه انه متحفظ نوعا ما في الناحيه الدفاعيه. الجيل الحالي للمنتخب الايراني عشان ميوله هجومي عشان يقدم افضل مستوى ليه لازم يهاجم. انت عندك فرصتين، المكسب والتعادل، العب على الفوز للمنتخب الايراني. المنتخب الامريكي عنده فرصه واحده للفوز. اللي بيخش باحتمالين او فرصتين غالبا بيخسر. فكيروش لازم يبدا بجرأه وريسك ويسعى للفوز، لانه منتخب امريكي منتخب قوي. اكتر المنتخبات اللي جريت وقطعت مسافات في كاس العالم المنتخب الامريكي. متوسط اعمار 25 26 سنه. لاعبين بيحترفوا محترفين في الدوري الانجليزي، وسط ملعب من افضل وسط ملعب في البطوله. مباراه صعبه بس عاوز تتاهل لازم تاخد الريسك وتهاجم. كابتن محمد، هل خسرت الكره المصريه هذا الرجل؟ بدون ادنى شك. كيروش خبير. كيروش نجم التصريحات المونديال قطر 2022، شخصيه كبيره، صاحب خبره كبيره في كاس العالم. خبرته حتى في المؤتمرات الصحفيه وفي الرد على الصحافه. نجم المونديال في التصريحات والمؤتمرات الصحفيه. وجريء وقوي ما بيخافش. ودايما بيدافع عن المجموعه. وده قيمه المدرب. واحيانا على فكره جرأته وشخصيته القويه يقال هي احد الاسباب الرئيسيه لعدم استمرار لفتره طويله تنقله بين كولومبيا ومصر وايران. هو رجل يجيد صناعه الاعداء. صناعه الاعداء عشان يقف لهم ويديهم واحده ويكسب المجموعه. دي سياسته. وراجل صاحب خبره طويله محمد، وخاصه في كاس العالم. احنا بنتكلم على المشاركه الرابعه ليه في كاس العالم. فهو خبير. ومش اي حد فرقته تخسر في المباراه الاولى 6-2 وفي خلال 3-4 ايام يرجع شكل الفريق مختلف.
شخصيه مختلفه، يقدر يكسب ويلزم وباداء بإقناع. كبير وبشخصيه كان ممكن كبيره يسجل 4 و5 طبعا، فدي تحسب ليه. هذا الملعب فيه خصوصية كابتن محمد، ليس فقط تصميم، هو موجود في منطقة مليئة بمنازل القطريين، وفي عادات تقاليد أصبحت الآن في المنازل المحيطة بملعب الثمامة أنهم يطلعون قبل المباراة بساعتين ثلاثة يوزعون قهوة وشاي وتمر. فالذهاب إلى ملعب الثمامة هو في رحلة، وهذا شيء جميل في معظم ملاعب كأس العالم، أن الموضوع انتقل من مجرد مباراة كرة قدم إلى احتفالية، الكل يحتفل بالذهاب إلى الملعب، يعيش الأجواء لثلاث ساعات تقريبا، وهذا اللي كنا نفتقده في الوطن العربي. كان الموضوع فقط 90 دقيقة مباراة وانتهينا. تجربه مميزه، خروجه، ممكن تاخد ولادك فسحة، تتفسح، فسحه فعلا، وتبقى مستمتع. وممكن تخرج من بيتك معكش فلوس ومعكش اكل، ترجع بفلوس؟ لا مش هترجع ترجع بفلوس. باكل بس. كنت راح اطلع انا بكره. هترجع بالقهوه، بالكرك، بالبلح، بالتمر، بكل حاجه، مش عشان هو موجود. القطريين ونعم الناس، ناس كرماء وناس مؤدبين ومحترمين وبيحبوا بلادهم، عشان كده بلادهم بالشكل ده، بالشكل المميز، قدمونا كعرب بافضل صوره الصراحه. ومعظم الاستادات، مش معظم، كل الاستادات اسامي عربيه، تقليد عربي، وراها تراث عربي. اتكلم محمد على تصميم الاستاد، جحفيه، الطاقيه، عاوزين نبقى نجيب واحده هديه ان شاء الله، نجيبها لديلبيرو، بس خاف تكون طاقية لخفة ويختفي ديلبيرو. لا هنجيب له واحده طاقيه ان شاء الله هديه. فدي ثقافه مميزه، الناس بتتعرف على البلد من خلال ايه؟ منظورها الرياضي، منظورها الاجتماعي. عشان تقدر تحكم على بلد ومجتمع لازم تشوفه وتتعايش معاه، ما تكتبش ولا تتكلم عنه من غير ما تشوف، من غير ما ولا تشوف، ولا عين رأت ولا اذن سمعت. انت ايه؟ تعال شوف واتكلم الناس، وحوار. العالم بقى مفتوح، مفيش حاجه مستخبيه، ولا احنا هنخاف من حاجه عشان مفيش حد. مفيش، بلادنا مش جنه، بس احنا لنا عاداتنا وتقاليدنا وقوانيننا ومن غير عيوب. ولنا الحق في استضافه كاس العالم وتقديم ثقافتنا للعالم. كاس العالم بقى له كان من 1930، يعني بقى لنا 92 سنه دوله عربيه ومستكترين علينا، والهجوم والنقد من كل حته. صياحكوا طرب، صياحكوا طرب. ابو تريكه وش راضي يخلينا. محمد تفضل. ايش فيه؟ انا اللي بصيح طرب الان يا محمد. لا محمد ابو تريكه شوف اناقه عماد اللي احنا اعتدنا عليها ان شاء الله. يا عماد وش الكاميرا يا راح عماد. محمد ابو تريكه يوجه لك تحيه، الله يحييك، ويقول لك انت انيق وشيك اليوم طالع. ربي يسعدك. هو كل الاناقه. طيب محور، احنا ما نقدر على اناقه ابو تريكه. محور الاستديو